السلام عليكم. نبتدي بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم ويانا نموذج جديد وإن شاء الله نوفيكم إياه بالشرح خلال الفيديو. أول شي بديت شويت عندي قالبين قياس 20 مربع وانتظرتهم يبردون لمدة ساعة أو ساعتين. اتركوها على برودة الجو، أهم شي تغطونه وتتركونه على صفحة. قطعته بهذا الشكل وبديت أحشي الكيكة. الحشوة طبعا حسب رغبتكم. أنا هنا خليت جوز ولوز وخليت عليها نوتيلا، وطبعا قلت لكم ترجع الحشوات حسب رغبتكم، تردون بس توفي، تردون فقط فراولة وفواكه، حسب ما يعجبكم. هنا أنا خليت توفي شوية وتبدون تكررون الطبقات. وأنا هنا ما سقيت الكيكة لأن كانت طرية وحلوة ولين عالية كلش، فما أريد يعني أسقيها هواية. هنا أنا بديت أكرر طبقات لحد ما أخلص لهذه المرحلة، وراح أبدي أصقل بها صقل أولي وبعدين أتركها بالثلاجة لمدة ساعة بالفريز، وبعدين أرجع أطلعها وأخلي صقل ثانوي. خليت اللون الأبيض. هنا أنا بديت أصقلها لحد ما أوصل يعني هذه المرحلة ورا ما أخلصها. هنا أنا خلصتها، راح أبدي هنا الصقل مو شرط يكون كلش نظيف لأن أني راح أشتغل فوقه. هنا أنا عندي صورة سكرية، صورة فرس، طبعا حسب رغبتكم، تريدون تخلون صورة شخص يعني أي شيء يعجبكم. أنا كانت عاجبني أنفذ هذا النموذج. وهنا أنا عندي لون الرصاصي اللي هو عبارة عن لون أبيض، وتقدرون تخلوا له كم قطرة لون أسود، واللون اللي تحبون تطوخونه تزيدون اللون الأسود. هنا لون فيلي كلش حلو. بديت أشتغل وأشطب من الأسفل الأعلى بهذه الشفرات اللي متوفرة موجودة بكل مكان وسعرها كلش رخيص. هنا تبدون تشطبون لحد ما تملون كل الأضلاع، وبعدين نبدي ناخذ اللون الأسود. اللون الأسود شلون طلعته؟ إذا تسألوني، عندكم اللون الأسود أخلي نوتيلا أو كاكاو باودر على الكريمة البيضاء، كمية بسيطة، أخذ 3 خواشق مال أكل أو خاشقتين، أخلي لهم لون جوزي، وأخلي كاكاو، وأخلي نوتيلا حسب المتوفر عندكم. المهم الكريمة تطلع لونها جوزي، وبعدين تبدون تضيفون اللون الأسود قطرات لحد ما توصلون اللون اللي تريدونه. طبعا اللون الأسود لا تزيدون بيه اللي هو الجل كلش حلو، لا تزيدون بيه، خلوا وانتظروا عليه فالساعة ضبط، راح تجون تلقون اللون متخمر وصاير لونه كلش حلو ومنطيكم اللون اللي يعجبكم. يعني أنا تفاجأت من خليته، هاي صار أكثر مرة أسويه. أوصل اللون أحس بيه رصاصي طوخ كلش، لكن من أتركه ورا ساعة أجي ألقاه صاير لونه فحمي كلش حلو. صدقوني هذه طريقة كلش حلوة، جربوها. هسه بديت أشطب بالأسود، وبديت سويت تشطيبات على سقف الكيكة. وهنا أنا طبعا التزيين حسب رغبتكم. هنا أنا بديت أنطيها تشطيبات بسيطة باللون الذهبي. اللون الذهبي شلون سويته؟ اللي هو عبارة عن نكهة ليمون وشوية ترتر ذهبي، وعلى راحة ايديكم تقدرون تمشون بالفرشة اللي خاصة بالكريمات. هنا تقدرون تخلون بهذه الطريقة. اللون الذهبي راح يضيف لها جمالية كلش حلوة وأناقة للكيكة. إذا تلاحظون شلون تغيرت معالم الكيكة كلها باللون الذهبي. هنا تقدرون تزينوها بأي شيء، بالتوبرات، كرات البوب كيك المغطسة بنستر تخلون عليها لون ذهبي، يعني أي شيء ديزاينات ذهبية تقدرون. هنا أنا خليت رقم 15 عمره، وعمر ابن أختي سويت له هاي الكيكة وكانت مفاجأة بالنسبة له كلش حلوة. أتمنى نالت إعجابكم وصفتنا، وأتمنى ما تنسوا اللايك. أتابع مشاهدات هواية لكن لايكات ما كل الفيديو. تحياتي لكم، وارجع وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة هلا.